أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. نستهل وإياكم بالعناوين. البلاد تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. المؤسسات الصحية في مديرية رعتة تقدم خدمات جيدة. 3 مناطق في ضاحية قنزبو بمديرية عمان تحصل على مياه صالحة. رئيس الوزراء اللبناني مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة العسكرية في أوكرانيا. الصحة العالمية تتوقع وصول وفيات كورونا إلى 2,000,000 قبل التوصل إلى. أهلا بكم إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 26 من سبتمبر في مراكز العزل بإقليمي الجنوبي وشمال البحر الأحمر إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا المستجد، وكان 5 من بين المصابين الست في مركز العزل بمنطقة سرحة بالإقليم الجنوبي، ومصاب 1 في مركز العزل بمنطقة بادا بإقليم شمال البحر الأحمر. وقدم جميع المصابين خلال الأسابيع الماضية من إثيوبيا بطرق غير نظامية. في غضون ذلك شفي 11 مصابا بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم جنوب البحر الأحمر وتوجهوا إلى منازلهم. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 375 إصابة، شفي منها 341 ولا يزال 34 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أثمر 26 من سبتمبر 2020. أكد الممرض أحمد علي دانابة مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية رعتة أن تسليح تلك المؤسسات بالكادر الصحي الكفو والأجهزة الطبية ساعدها في تقديم خدمات صحية أفضل. وأوضح الممرض أحمد بأن هذا العام بذلت جهود لتوسيع وتطوير الخدمات الصحية، حيث تلقى مستشفى طيع الأهلي على أجهزة طبية تساعد في تقديم خدمات خاصة للأطفال، وإنشاء خدمات المختبر الوطني في عيادة أيومن، فيما زاد الكادر الصحي من حيث العدد والكفاءة. وذكر بأن استفادة المواطنين العالية خير دليل على ترسيخ الوعي العالي، وارتفع أعداد الذين يتلقون الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية خلال الأشهر 6 الماضية مقارنة بالفترة الماضية المماثلة بنسبة 24%، وأطباء الأطفال تحت وفوق 5 سنوات بنسبة 47%، والمرضى المواظبين على الرعاية الصحية المنتظمة بنسبة 60%. في الختام قال مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية رعتة الممرض أحمد علي دانابة إرسال الحوامل إلى مدينة عصب لإجراء العمليات الجراحية، داعيا لتهيئة أجواء تساعد في إنشاء أجهزة طبية لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى طيع الأهلي. ويوجد في مديرية رعتة مستشفى أهلي 1 و3 مراكز صحية وعيادة واحدة. منذ أن انتبه العالم إلى أهمية الإرث الإنساني من المباني الأثرية والتاريخية، يعمل بطريقة دؤوبة على بحث سبل التعاون المشترك، باعتبار أن التراث الإنساني إرث حضاري إنساني يهم البشرية جمعاء. وتجري منذ 1 و7 أشهر دراسات بحثية وتسجيلات للتعرف على حالة وأوضاع المباني الأثرية في مدينة كرن. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. دعا مسؤول قسم الثقافة والريادة في إقليم عنسبة السيد سراج حجي في اللقاء التقييمي الذي جرى في 15 من سبتمبر الجاري في مدينة كرن لتقييم عملية الدراسات والتسجيلات الجارية للمباني الأثرية في المدينة. دعا المجتمع المدني لضرورة حماية المباني الأثرية ورعايتها جيدا، باعتبارها تعد إحدى الموروثات الأثرية المهمة في المدينة. وفي اللقاء الذي شارك فيه خبراء من قسم التنمية المعمارية في إقليم عنسبة
وأعضاء مفوضية الثقافة والريادة وإدارة مدينة كرن، وكذلك أعضاء المكتب المركزي للخرائط والمعلومات، بالإضافة إلى مشروع أسمرة للموروثات. أوضح بدء عملية الدراسات والتسجيلات المباني الأثرية بمدينة كرن في شهر أبريل لعام 2019 واستمر لعام و7 أشهر، فيما نظمت لقاءات مع الجهات الحكومية المعنية لجمع معلومات وآراء مهمة حول ذلك. من جهته ناشد مسؤول قسم التنمية المعمارية في الإقليم السيد تخصي أسقدوم لمنح الدراسة البحثية اهتمام أكبر، لكونها تساعد على وضع برنامج يرتكز على الموضوعية والحقيقة والخطط المدروسة تتوارثها الأجيال المتعاقبة. وأفادت عملية التسجيل والدراسات البحثية بوجود 700 من الآرت ديكو في مدينة كرن، يمتلك بعضها الأشخاص وبعضها الآخر المؤسسات الحكومية والدينية. وقد وصلت مباني الآرت ديكو التي يسكنها المواطنون إلى مرحلة فقدان أصالتها نتيجة للتغيرات التي تطرأ خلال تنقلها من مواطن إلى آخر، فيما توجد المباني الأثرية التي توجد تحت رعاية المؤسسات الحكومية والدينية في وضع لا بأس به. وأشار المهندس زرع جابر حدراي مسؤول فرع تخطيط المدن في قسم التنمية المعمارية في إقليم عنسبة إلى إجراء عملية المكافحة بالتعرف على المناطق التي تتواجد فيها المباني الأثرية بكثافة. في الختام صدرت برامج مستقبلية تحمل في طياتها آراء وتوصيات دعت إلى منح اهتمام أكبر للمباني الأثرية المعرضة للمخاطر، ووقف عمليات الترميم غير الآمنة وتجري دون تصريح من الجهات المعنية، والحد من عملية التنقل الجارية عبر البيع والوراثة، وتوثيق المباني الأثرية ببحث مستندات أصلية حول أماكن تواجد المباني الأثرية والتاريخية في المدينة، وأن تعمل إدارة الإقليم والمدينة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح البرنامج وغيرها من التوصيات والآراء الفعالة. وقال السفير عبد الله موسى في الكلمة الختامية التي ألقاها إن حماية المباني الأثرية مسؤولية نتحملها، ولتفعيل ذلك بالسبل العلمية يتطلب توفير معلومات دقيقة ودراسات بحثية فاعلة. أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها 3 مناطق بضاحية جنزبو في مديرية صرنا بالإقليم الجنوبي بتنسيق قدراتها للحصول على خدمات مياه صالحة للشرب والتخلص من إشكالية المياه. وأوضح مدير ضاحية جنزبو السيد زرعي تصفى مرام لوكالة الأنباء معاناة المواطنين الناتجة عن شح المياه وبعد المسافة لجلبه، وتعرض الطلاب لمقاطعة مائدة التعليم والمواطنون على الأمراض الخريفية، لكن الأعمال المنجزة وضعت حدا لهذه المشاكل. من جهتها قدمت اللجنة المنفذة للبرنامج من المناطق ال3 شكرها لإدارة الإقليم الجنوبي ومديرية صرنا لمساعدتها الفعالة لإنجاز المهام. يذكر أن سكان عد حرقت قاموا بأعمال مماثلة. تتواصل حملة التبرعات التي يقوم بها المواطنون الذين بالخارج من أجل تنمية ودعم صندوق تصدي كوفيد-19. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. أفادت المعلومات الواردة من السفارة الإريترية في جمهورية جنوب السودان بأن الإريتريين المقيمون في الجمهورية تبرعوا في المرحلة الثالثة من مراحل تبرعهم لتنمية صندوق تصدي كوفيد-19 $102,650 أمريكي و1,138,350 جنيه جنوب سوداني. وبموجب ذلك تبرع عمال شركة المياه سبانايل $300 وعمال إيجل انترناشنال $450 وعمال مخبز أوروتا $325 وعمال مؤسسات تجارية مختلفة $42,615 و666,600 جنيه. والجالية الإريترية في كاجوك $1,080 والجالية في أول $1,465 والجالية في واو $400 و35,000 جنيه. والجالية في نوملي $500 والجالية في يامبيو $350 والجالية في أروا جاكسون $200 و15,000 جنيه. ولا سيما الجالية في توريت $200 و15,000 جنيه. والجالية في رومبيك $895 وكذلك فرع الجالية في تومبينغ 2000 $800 و163,750 جنيه.
وكما تبرعت الجالية الإريترية في فرع اطلع برا $2050 وجالية فرع برج $1550 و34,000 جنيه وجالية فرع شركات $500 و162,000 جنيه والجالية فرع مونيكو $52 وجالية فرع جبل $3,470 وجالية فرع كاستوم $200 و45,000 جنيه وجالية فرع غومبو $550 وجالية فرع غودلي إتنان $1,100. في غضون ذلك تبرع تنظيم شباب الجبهة في جمهورية جنوب السودان $200 وصاحب مؤسسات تمازغن للتجارة العامة $5,000 وصاحب مؤسسة إيست أفرو كونستراكشن إنجينيرينج إند تريدينج كامباني $3,000 وأصحاب مؤسسات زالا للتجارة العامة $600 وكذلك أصحاب مؤسسة كانان كامباني ليميتد $10,000 وأصحاب المؤسسات التجارية $17,200 أمريكي. وأفادت المعلومات الواردة بأن مجمل تبرعات الإريتريين المقيمين في جمهورية جنوب السودان بلغ $510,644 أمريكي و3,784,050 جنيه، حيث كانت التبرعات في المرحلة الفائتة $407,994 أمريكي و2,645,700 جنيه. من جهة ثانية بلغت مجمل التبرعات التي تبرع بها المواطنين المقيمون في إيطاليا والتنظيمات الوطنية وكذلك الأفراد والجمعيات خلال الأشهر الستة الماضية لتنمية صندوق تصدي كوفيد-19 بلغت €411,605 وقد تبرع فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مدينة باري €300 وفرع المرأة بمدينة أبروزو $200 وجمعية أستر إيو ماريام روما €2,000 وجمعية القديس ميكيل بنابولي €1,000 وكنيسة ملء الجيل الفرنسي €500 وجمعية حلنا ميلانو €4,000 ومجموعة صنعة جرمن €6,100 وأعضاء جمعية القديس جرجس بمدينة هانوفر €3,054 وجمعية 20 يونيو أفنبرغ €2,000 وكذلك جمعية مدهاني ألم أمهات فرانكفورت وضواحيها €1,000. سيداتي سادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. في أمان الله وحفظه.